هاي، عاملة ايه؟ تمام. أنا شاد من ويسبر سنابس. بما ان المسلسل بيتكلم عن استخدام التكنولوجي في حياتنا، ايه اخر سؤال سألتيه لشات جي بي تي؟ اجيب بط صغير منين؟ والله العظيم سالته اجيب، عايزه بط بيبي، بط عايزه اكل بطه بيبي، فاجيب بطه بيبي منين؟ فراح مديني الاماكن والمزارع. في الفترة دي في ان احنا بنستخدم الاي اي في ان احنا نكريت صور مع ناس مثلا احنا فقدناهم او ناس عايزين نتصور معاهم. لو انتي هتكريت الصورة دي هتكوني عايزة تكون مع مين؟ يعني ممكن بين افلك لو سمحت، او جورج كلوني، بس جورج كلوني خلاص بقى راح مننا مع امل عالم الدين. خلينا في بين افلك، براد بيت لسه افيلبل، حلوين قوي دول، يعني اي واحد فيهم لو جه يبقى كويس قوي. بتستخدمي الجي بي اس؟ دلوقتي شويه مش دايما. سوحك قبل كده؟ كتير. في موقف معين بتفتكريه بتتضايقي انك استخدمتي جي بي اس فيه؟ لا، هو انا بخاف امشي ورا اي حاجه. انا الجي بي اس بتاعي معايا واحده اسمها الست اللي بتكلمني، انا مسميها سوزي. فلما سوزي بتتوهني في الجي بي اس بشتمها. مره في مره يعني خلاص قطعت علاقتي بسوزي، ما بقتش بستعمل الجي بي اس. هنلعب لعبة، هنختار ما بين حاجتين بسرعة، انستجرام ولا تيك توك؟ انستجرام. مكالمة ولا واتساب؟ لا، مكالمه طبعا. تكتبي بوست ولا تعملي ستوري؟ لا، اكتب بوست. الموبايل يبقى سايلنت ولا يبقى فيه نوتيفيكيشنز كتير؟ لا، كله سايلنت طول الوقت. انا بكره الموبايل. هل حصل لك مشكلة قبل كده بسبب السوشيال ميديا؟ مرة دخلت حفلة، وأول ما دخلت الحفلة حد عمل هاك على الواتساب بتاعي، فقعدت أسبوع قبل ما رجعته، وكان في مشكلة لأنه بعت يسأل أصحابي بقى على فلوس وكده يعني، فعرفت طبعا حد عمل هاك وأخد الواتساب بتاعي. هل دوستي على لينك قبل كده بالغلط وطلع هاك؟ لا الحمد لله ما بعملش الحركة دي خالص، لا مش بدوس على أي لينكات بتجيلي، لا. هل انتي اصلا شخص بيبعت ميمز وريلز كتير؟ يعني مثلا حاجات بتضحكك بتبعتيها لصحابك؟ لا، مش انا مش شخص تليفوني خالص، مش ماسكه التليفون طول الوقت، لا. يعني ممكن ابعت فويس مسج بالمعلومه، او اتكلم لو في حد لازم اكلمه، يعني غير كده ما امسكش التليفون كتير. نفهم من كده انك ضد تطور التكنولوجي اللي حصل؟ ضد التطور التكنولوجي جدا جدا. انا حاسه انه التطور ده رجعنا لورا، انه الناس ما بقتش بتعرف بعض حقيقي، الناس بتعرف بعض دلوقتي مصالح. التواصل مش حقيقي، التواصل فيك، المشاعر ما بتوصلش. انت لما بتكتبي على الواتساب او كده بحس انه ممكن حاجات كتير تتفهم غلط عن طريق الكتابه، او الفويس مسج مثلا لو اتبعت بشكل سريع ممكن يتفهم حاجات تانية، يعني مش عارفه، مش حاسه ان بقى التواصل حقيقي. هو في تواصل بس التواصل مش حقيقي، فيك. هنسألك شوية أسئلة عن الممثلين اللي شاركوا معاكي في المسلسل. مين أكتر حد بياكل في اللوكيشن؟ بقالي 5 أيام باكل في اللوكيشن. باكل في اللوكيشن وبره اللوكيشن وفي البيت، وزايده 5 كيلو، معرفش ليه. مين أكتر حد بينسى الكلام؟ في مشهد جد جدا مين اللي ممكن يضحك ويبوظ المشهد؟ مين أكتر حد بينام في اللوكيشن؟ بينام في الأول؟ مفيش حد بينام في اللوكيشن. كلكم بتبقوا صحيح. كلنا صحيح، في حد بينام أصلا؟ مفيش حد بينام فينا. مين أكتر حد رغاي؟ رغاي؟ لا مفيش. مفيش حد بيعمل دوشة في اللوكيشن؟ لا خالص، لا خالص. قولي لنا حاجة سكرت عن كل حد من الصور اللي معاكي. لو سكرت عفش الأسرار؟ يعني سكت نص النص كده. سكت ينفع يتقال؟ لا، ما اعرفش اي سيكريتس عن اي حد بصراحه خالص. ولا انطباعات مثلا؟ لا، انطباعات فرح حبيبتي جدا، اتعاملنا مع بعض، بحبها جدا، فرح الزاهد. سيد رجب نفس الحكايه، طبعا حبيبي جدا وزميلي، واشتغلنا مع بعض 4-5 اعمال قبل كده. استاذ احمد سيام استاذي، اشتغلنا مع بعض احلى شغل، حرب الجواسيس قبل كده. مدام ميمي جمال حبيبتنا وسكره وحبيبه المسلسل كله. كده خلصنا اسئلتنا عن المسلسل. ممكن أوكي. نسال اسئله جنرال بقى. يلا. ايه اكتر موقف محرج حصل لك من معجب؟ من معجب؟ مره واحد دخل ورايا الحمام. والله العظيم، كنت في حفله بابليك يعني، ودخلت التواليت، طلعت لقيته في وشي في التواليت. ممكن نعرف التصرف كان ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجه يعني، قلت له اطلع بره، وكنت خايفه الحقيقه. ايه الاغنيه اللي معلقه معاكي الفتره دي؟ ورده، لو قابلتك من زمان. من رايك ايه اساس نجاح العلاقات؟ الاحترام اساس نجاح العلاقات، ان احنا نبقى بنحترم بعض، بنقدر بعض، بنخاف على بعض. الاحترام بيولد الحب، لو في حب مفيش احترام كل الدنيا بتبوظ. شكرا جدا انك كنتي معانا في ويسبر، نورتينا. ميرسي.